افتكر لما كان من فترة قريبة شفت واحد صاحبي معاه موبايل مايكروسوفت، انبهرت بأدائه. بس تفتكروا ليه مايكروسوفت فشلت في انها تدخل عالم الهواتف الذكية على الرغم من ان نجاحها كان مضمون؟ اهلا بيكم في مدينة الخبراء، معاكم مرة تانية من وراء الميكروفون محمد احمد. في سنة 2017 أعلنت شركة مايكروسوفت إنها مش هتطور أو هتنتج نظام ويندوز فون تاني، وإنها تكتفي بتنزيل تحديثات بس. وبعد سنتين في 2019 تخلت مايكروسوفت تماما عن ويندوز فون. طب ايه اللي خلاها تفشل كده؟ هتعرف السبب، بس تعالى بعد الانترو. عشان نعرف اهم المتغيرات اللي حصلت قبل ما مايكروسوفت تخش عالم الهواتف الذكية لازم نرجع بالزمن لسنة 2007. السنة دي أعلن ستيف جوبز عن أول هاتف iOS، واللي أثار جدل كتير والدنيا كلها كانت بتتكلم عنه، خاصة إنه يقدم حاجة جديدة جدا وحل مشكلات موبايلات كتير ساعتها، زي حجم الشاشة الصغير ووجود زراير بشكل كبير وصغير، وبرضه قلة التطبيقات والبرامج عليها. وده خلى شركات زي نوكيا وبلاك بيري، الشركات الأكثر مبيعا في الوقت ده، يتسحب من تحتها البساط ويروح لأبل. وبعدها بسنة يظهر نظام الأندرويد لشركة جوجل ويحقق نجاحه الكبير اللي يخليك ممكن تكون شايفني دلوقتي من موبايل أندرويد. مايكروسوفت كان عندها الخبرة لإنتاج الأجهزة قبل شركات كتير. كانت مايكروسوفت بتنتج حاجة شبه اللابتوب والموبايل كده، وكان اسمه مايكروسوفت ويندوز هاندل بي سي، وده كان عبارة عن جهاز بيتحط في الجيب وليه لوحة مفاتيح وبيشتغل بنظام ويندوز سي اي، وده كان ويندوز 3 بس متعدل انه يشتغل على الامكانيات الضعيفة دي. فضلت مايكروسوفت بتنتج في الأجهزة دي لغاية آخر جهاز بعته في سنة 2007 كان اسمه ويندوز موبايل 6، والأجهزة دي كانت ناجحة جدا لدرجة إن كانت مايكروسوفت مسيطرة على 15% من مبيعات الأجهزة المحمولة. ولأن الثقة الزايدة في النجاح هي أول طريق للفشل، النجاح ده كان سبب فشل أغلب الشركات زي نوكيا وبلاك بيري وبرضه مايكروسوفت، لأنهم كانوا شايفين إن فكرة الشاشة التاتش فكرة فاشلة جدا وإنها صعبة الاستخدام. يجوا يشوفوا الوضع دلوقتي، وده اللي خلى نجاحهم يعميه، وده بان عند الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر لما اتسأل عن رأيه في الآيفون. اتريق عليه وقال إنه أغلى تليفون في السوق، وإنه مفيهوش زراير، وإنه من الصعب استخدامه في بعت الرسائل. انتوا متأكدين إن ده كان ماسك إدارة شركة مايكروسوفت؟ السبب اللي خلى مايكروسوفت تكتشف غلطتها وتغير فكرها بعد ما المبيعات قلت لشركة مايكروسوفت واغلب الشركات اللي كانت على نفس الفكره، ده اللي خلاهم يعيدوا النظر في الموضوع. وبدات مايكروسوفت انها تطور نظام جديد في سنه 2008 وانتهى التطوير في سنه 2010، وكان النظام لاقي قبول من الناس والنقاد كمان، وده خلى الناس مقبله على الفكره وحباها، خاصه ان مايكروسوفت كانت مقدمه حاجه عن نظامين الاندرويد واي او اس، وان واجهه النظامين كانت عباره عن ايقونه البرامج بس، لكن نظام مايكروسوفت كان مخليك تتحكم في حجم الأيقونة وإنه يعرض لك معلومات زي الرسائل والطقس، وكان نظام خفيف وسلس ومش محتاج أجهزة قوية. فأجهزة مايكروسوفت كانت أقوى أجهزة في السوق، لكن واجهتها مشكلة إنها مش لاقي شركة تخليها تحط نظامها على الأجهزة، على عكس أبل اللي كانت بتصنع أجهزتها بنفسها ونظامها حصري ليها، وجوجل اللي كانت متعاقدة مع شركات زي سامسونج HTC، والشركات كانت رافضة تتعاقد مع مايكروسوفت. هتقولي طب مايكروسوفت ما انتجت هواتف، ازاي صادف ان السنة دي ان نوكيا اللي مسكها ستيف ألوب كان شغال في مايكروسوفت، وده خلى شركة نوكيا تشتغل مع مايكروسوفت وإنها تتخلى عن نظام السي بي ان اللي فشل وتستخدم مايكروسوفت ويندوز. لكن كان الوقت اتأخر عشان شركة أبل وجوجل كانوا مسيطرين على السوق، وبما إن نوكيا كانت فاشلة فده قلل مبيعات الأجهزة، وده خلى مايكروسوفت تشتري نوكيا وتغير العلامة التجارية. بس ده كان متأخر وبرضه إن تليفونات مايكروسوفت ما كانش فيها تطبيقات عشان المطورين ما يعملوش برامج لمايكروسوفت، عكس أبل وجوجل اللي تليفوناتهم كانت مليانة ملايين التطبيقات. وده سبب فشل مايكروسوفت. اللي عملته مايكروسوفت بعد ما النظام فشل ومحاولاتها الفاشلة من 2011 ل 2017، وده تصريح لكتير من الموظفين، أعلنت مايكروسوفت عن تخليها عن تطوير ويندوز فون وهتكتفي بالتحديثات، وده من سنة 2017 ل 2019. السنة دي اتخلت مايكروسوفت عن ويندوز فون تماما، بس دي ما كانتش كل أسباب الفشل، عشان في أسباب سرية، أسباب ما كانتش ظاهرة للجميع لغاية لما بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت اتسأل عن سبب الفشل وقال معلومات خطيرة جدا، زي إن من أسباب الفشل هو الفشل في الاستحواذ على شركة أندرويد. وما تستغربش، جوجل مش هي اللي عملت أندرويد، اللي عمل نظام أندرويد هي شركة اسمها أندرويد واشتريتها جوجل في سنة 2005. من الأسباب اللي قالها برضه هو فشل مايكروسوفت في إنها تقنع شركة موتورولا إنها تحط نظامها على أجهزتها، وبكده
تكون عرفت كل أسباب الفشل لمايكروسوفت في إنها تقتحم مجال الهواتف المحمولة. قول لنا في التعليقات، هل لو مايكروسوفت تجنبت كل المشاكل دي كان ممكن تستخدم ويندوز فون بدل اندرويد، ولا برضه ما كانش هيكون منتشر بسبب تأخرها؟ تفتكر؟ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجاية، وأتمنى تكون استمتعت معايا وعرفت معلومة جديدة. سلام.